السلام عليكم متابعي دراما سبورت. رسالة إيزاكيل العم للجمهور السوري بوقت حساس ووقت ضروري شرح فيها كل التفاصيل، وهذا الأمر كان مهم جدا لحتى ما ندخل بمرحلة الشك ومرحلة ليش اللاعب ما أجى للمنتخب، وهل يا ترى اللاعب رح يكرر هذا التصرف أو لا. على كل حال، قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن هاي الرسالة ومضمونة بشكل عام، بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، الرسالة اللي بعتها إيزاكيل العم لصفحة مرصد الكرة السورية على الفيسبوك كانت توقيت جيد، التوقيت مناسب، وأكيد كل الشكر موصول للأستاذ غياس أسعد اللي نشر هذا الفيديو بهذا التوقيت. هذا الأمر مهم جدا، أنه نسمع اللاعبين، نسمع كل لاعب ورغبة اللاعب بالانضمام إلى المنتخب أو لا، لحتى ما نفوت بهاي الفوضى اللي انشغلت. يعني بصراحة في فوضى عارمة، فوضى كبيرة جدا بمنتخب سوريا، يعني هذا الشيء لا يخفى على أحد. طبعا أنا ما راح أعرض الفيديو لأني حابب أنك تروح لصفحة مرصد الكرة السورية على الفيسبوك وتتابع الفيديو بشكل كامل. إيزاكيل العم تحدث عن موضوع المرض زوجته، وبأن صعب جدا يغادر لمدة 10 أيام أو أكثر من 10 أيام. الموضوع صعب بالنسبة للاعب. نعم، لعب مباراة بعد يعني رفض أو بعد إعلان يعني عدم قدرته على اللعب مع المنتخب، بس هذا الشيء لا يعني بأن اللاعب ما عنده الرغبة باللعب مع المنتخب. وهذا الشيء المهم، هذا الشيء المهم اللي نحن عم بنشدد عليه. ممنوع أي لاعب أيا كان الاسم، سواء كان عمر خريبين، عمر السومة، إيزاكيل، خليل، الياس، أي لاعب أي لاعب، إذا تكرر الموضوع مرة مرتين ثلاثة الأمر بيصير يعني ما له أي طعم بصراحة. فاللاعب لازم يطلع للجمهور، يطلع للمشجعين، يحكي مع المشجعين. اللاعب لازم يكون نوعا ما قريب من المشجعين. يعني بتلاقي تصريحات مثلا لعيبه مثل كريستيانو وليونيل ميسي قبل المباراه، نحن محرومين من هذا الشيء، نحن محرومين من انه اللاعب عم بيطلع يصرح. يعني ما بنشوف غير اتحاد القدم بيصرح، اسماء اعتدنا على تكرار الرسائل والكلام اللي عم بيحكوه. فبالتالي نحن حابين انه اللعيبه، خصوصا اللاعبين المغتربين، لازم يكونوا اقرب الى الجمهور. هذا الشيء نحن بنحتاجه، لان بنحتاج كمان انه يعطونا الثقه بأنهن حابين يلعبوا مع المنتخب. يعني مو بس انه انا جاي لبطولة كأس آسيا او جاي لحتى اشارك بالمباريات المهمة. انا حابب لما شفت رسالة إيزاكيل العم، ولما شفت الفيديو انبسطت. يعني انا داخليا انبسطت، ما عندي شيء مع إيزاكيل العم ولا مع اي لاعب بيحب يمثل سوريا. بالعكس، نحن بنتمنى كل هاللاعبين ينضموا ويتواجدوا. اساسا حرقة قلبنا وزعلنا بان اذا شفنا اللاعب مو حابب يلعب مع المنتخب. فبالتالي لما بتشوف هاي الرسالة وهذا الشيء لازم يكون إجماع عليه. يعني حتى لازم يكون بمبادرة، حتى لو ما كانت في مبادرة من الأستاذ غياس أسعد وأنه أجرى حوار أو تواصل مع اللاعب أنه اطلع بفيديو. هذا الأمر ضروري، هذا التوقيت مناسب. نعم، هذا الأمر ضروري، ولازم يكون حتى شغل اتحاد أنك أنت اللاعب. انا ماني مطالب بالياس هدايه مثلا على سبيل المثال انه يطلع بفيديو. ليش؟ لان انت بتعرف انه تعرض للاصابه، غادر المباراه. والامر الاخر بان الموضوع يعني ما انه متكرر. لكن مثلا خليل الياس من الواجب انه يطلع بتصريحات. اليوم انت ما فيك تطالب بابلو صباغ يطلع اذا غاب دوره واحده او تجمع واحد للفيفا، لكن مطالب خليل الياس يوضح ليش ما عم بيجي للمنتخب، ليش النادي عنده حاليا الأولوية. وهذا الشيء انحكى عن إيزاكيل العم، وأنا من الناس اللي بالبداية قلت غياب إيزاكيل العم مبرر لأن كان موجود بدورة تايلاند. بعدها قلت أنه غياب إيزاكيل العم غير مبرر لأن تواجد بمباراة بعد ما أعلن عدم القدرة على التواجد مع المنتخب. بس هلا حاليا لما بتشوف الرسالة خلص الأمور بتصير صافية لبن. ليش بتصير صافية لبن؟ لأن خلص أنت طلعت كلاعب، وضحت للناس، وضحت للمشجعين. فبالتالي
اللاعب لما بيحكي هذا الكلام وبيطلع بفيديو عم بيسهل علينا. يعني نحن حابين نحكي امور فنيه، امور تكتيكيه، كيف ممكن يتطور المنتخب اكثر من الفوضى والمشاكل اللي اساسا يعني هي شغل اتحاد. يعني الفوضى الاتحاديه اللي عم بتصير انا مو حابب ناقشها على فكره. يعني انا ماني حابب اساسا نفوت بفوضى الاتحاد. انا حابب نحكي عن امور فنيه، كيف ممكن هذا المنتخب يتطور، كيف ممكن هذا المنتخب يتقدم. فبالتالي هذا هو الفرق. يعني حابين انه اللاعيبه يساعدونا. مشكله اللاعب السوري وحتى اللاعب غير المحترفين بالخليج وحتى ما بيطلعوا بكثير تصريحات. اطلع وناقش الجمهور وقول مثلا، يعني خلي الجمهور يطمن، خلي الجمهور يعرف انك انت بالفعل. نحن بنعرف كل اللاعبين، ما مش حتى ما شككت بوطنيه اي لاعب، بنعرف كل اللاعبين. لكن في بعض اللاعبين احيانا الامور بتصير مبهمه، الامور ما بتصير مفهومه. اطلع احكي باني انا هاي المره هيك صار معي، هاي الظروف موجوده. ما بظن اي مشجع ما راح يتقبل هذا الشيء، ما بظن اي مشجع ما راح يقول ان شاء الله بالشفاء العاجل لزوجة ايزاكيل العم، وان شاء الله يرجع للمنتخب بالتجمع او التوقف الدولي القادم والامور بخير. فالشيء اللي عمله الاستاذ غياس اسعد يعني بتمنى يكون هذا شغل اتحاد. حتى يطلع خوسيلانا بتصريحات. ما عم نسمع خوسيلانا، ما عم نشوف خوسيلانا. يعني مشكلة حقيقية. هاي الفوضى اللي عم بتصير سببها اتحاد القدم اللي ما عم بيعمل هذا الشيء لحتى بتطلع بس انا بعرف هلا 3 4 اسماء بيطلعوا فوق بنفس الكلام المكرر، نفس الاحاديث المكرره اللي خلص نحن ملينا منها. ما حتى الناس ملت منها. حابه تسمع الناس، حابه تسمع ايزاكيل، حابه تسمع بابلو، حابه تسمع توبياس. هلا عيبه نحن حابين نسمعهم، حابين اساسا يعني كل 2 3 لقاء خاص، حديث خاص، شعور، يعطوا هذا الشعور، يعطوا هاي الروجه للمنتخب، ويعطوا هاي الروجه للمشجع. المشجع بيحتاج حتى للثقه، بيحتاج انه يتابع المنتخب، بيحتاج انه يتابع المنتخب بهذا الشغف. يعني نحن فقدنا الشغف، وبظن اغلب الناس فقدت الشغف لان عم بتشوف انه كثير من اللاعبين غير مكترثين بالمنتخب، وغير مكترثين بالمشجع المسكين اللي متورط مع هذا المنتخب. يعني لان متورط لانه هو سوري، شو بده يشجع؟ يعني منتخب غواتيمالا ولا منتخب مدغشقر؟ فالشيء اللي انعمل انا معه. بتمنى هاي المبادره اللي عملها الاستاذ غياس اسعد تنعمل بالمرات الجايه مع بعض اللاعبين الاخرين، ويكون في دائما المشجع وحتى الناس اللي عم بتشوف المنتخب مطلعة على هيك امور. خلص يعني رسالة بسيطة مدتها لا تتجاوز 2 3 صافية لبن. الامور بسيطة، الامور سهلة. على كل حال بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة. بالشفاء العاجل لزوجة ايزاكيل العم. ظروفه قاهرة، نتقبل هذا الشيء وان شاء الله نلاقيه بالتوقف الدولي القادم.